يا مرحب بيكم في براح مع داليا حسين. براح هو المكان اللي بندور فيه على الحقيقة، حقيقة الأحداث والأشخاص والعلاقات. الحقيقة إنها دايما دروس بنتلقاها في سبيل تطورنا ونمونا واكتشاف قدراتنا. العلاقات بالتحديد هي أكتر مساحة بتعكس جوانب شخصيتنا اللي محتاجة تتطور والجروح اللي محتاجة تتشافى. العلاقات مهمة جدا في تأثيرها على حياتنا سواء بالسلب أو بالإيجاب، وخلينا معترفين بكده كلنا. ومهما كان اللي بنستقبله من علاقاتنا، حتى وإن بدا لنا دلوقتي حالا إنه مش مقبول أو إن ده مش ده اللي نتوقعه من الطرف الآخر، فمش الحل إننا نقطع علاقاتنا وننسحب من اجتماعياتنا الفطرية اللي ربنا خلقنا بيها. أصلا إحنا كائن بالفطرة، كائن اجتماعي، ونتمحور حول نفسنا وبس. فتعالوا كده نفتح النهاردة الملف السري ده اللي موجود جوايا وجواك وجوا كل حد بيسمعنا دلوقتي. يمكن بنكرهه أو بنحاول نقفله، إن أنا عايزة أعيش لوحدي، أو إن أنا بخلق العالم بتاعي، أو إن أنا لازم أحب نفسي وأدي نفسي كل حاجة ومش محتاج أي حد تاني. فخلينا النهاردة نكمل كلامنا الجميل اللي يدخل من القلب ويروح للقلب مع الحبيبة كوتش عبير العشري، كوتش العلاقات والمستشار الأسري. أهلا اهلا وسهلا. بيك اهلا يا بجد حبيبي. الترحيب وحلقات عميقة ودسمة دسمة، يعني الله كل يخليك جملة اتقالت في الحلقات الثلاثة اللي فاتوا عايزة كده نقف عندها شوية وندرسها فعلا. يا رب. موضوعنا النهاردة شوية شويه. شائك. ليه؟ اه لأن هو فيه دعوات ومطالبات يعني عارفة زي ممارسات ممنهجة كده بتتمارس علينا علشان تزرع في عقولنا فكرة إن أنا مش محتاجة حد، أو إن أنا كائن ذاتي أتمحور حول نفسي ومش مهم الباقي، وحب الذات وكده. حاجات يعني كبيره كلمينا كده بقى عن وجامده الحاجات جدا. دي، كلمينا. وطبعا احنا هنتقال علينا بقى ان احنا متخلفين وراجعين والحاجات الجامده دي. والله فاكره في اول حلقه خالص لما اتكلمنا عن اعمار البيوت، وان لما نحب نخلخل بلد او نضعفها بنعمل ايه؟ خلق الأساس البيت. بندخل على الثقافه والهويه بتاعتها. مم. من من أهم يعني أعمدة الثقافة عندنا كمجتمع شرقي عموما يعني هو الأسرة، وهو الإيثار، وهو العطاء، وهو التضحية في البيوت من الرجل ومن المرأة على السواء. فإحنا بدأنا دخلنا كده إيه بالراحة قوي كده اللي هو إيه، ما هو أنت هتضحي وفي الآخر هيقولك إيه؟ محدش طلب مني. محدش طلب منك. وبعدين بدأنا نقول الاستحقاق، وبعدين بدأنا نقول حب الذات، وبعدين بدأنا نقول اللي ما يضيفلكيش ما يلزمكيش، مم. واللي ما تضيفلكش وتخليك أحسن ما مش عارف إيه، صح؟ وبدأنا نسمع من الشباب كلمة إيه؟ مش فاهم يعني إيه أجيب واحدة غريبة وأصرف عليها وأعمل كذا ليه يعني؟ ليه؟ مم. وبقوا مقتنعين بده. فاحنا عملنا ايه بدون ما ندري او ندري، مم. يعني الله اعلم، ان احنا بدأنا ندخل في عقول الشباب والشابات والناس كلها ان انت وفقط، انا ومن بعد الطوفان. مم. أنا ف لازم كل حاجة حواليا تخدم عليا، أنا تكون اه بتساعدني وتضيفني الكون وتدعمني كله بيخدمني. آه. الوحيد القادر انه يعمل كده الله سبحانه وتعالى. مم. سخر الكون للبني ادم، صح؟ بس لما سخر الكون للبني آدم طلب منه إنه يعمره، وإنه يزرع، وإنه يعبد، مم. وإنه إذا. ليه واجبات طبعا ولله يعملها. المثل الأعلى طلب مننا واجبات يا جماعة، رغم إنه سخر الكون. مم. فهنيجي إحنا بقى اللي قد كده نقول لا الاستحقاق كذا. في احيانا حد يجي لي يقول لي استحقاق اللي هو ايه، هو مش عارف يعني ايه مم. استحقاق بس أنا اساسا. استحقاقي بس ما استحقاقي يسمحليش. لا يسمح ابدا، مم. يعني فهي كده. طب احنا ف لسه كنا بندردش قبل ما نصور. يعني احنا يعني كتير جدا بننادي بالشعارات دي، اه وهي مش غلط. يعني انت قلتي ان هي مطلوبة، حقيقي. ولكن امتى نكون بنمارسها بشكل غلط يؤذينا ويؤذي طبيعتنا وفطرتنا، وامتى بيكون ده حقنا بالظبط، وبنمارس حقنا عادي. التوازن. يعني احنا بقينا وصلنا لمرحلة ان احنا بندور على او بننادي بيه الراحة المطلقة، يعني بسميها كده، مم. هي راحة مطلقة. والراحة المطلقة دي هي موجودة في الجنة بإذن الله.
ليست موجودة على الأرض إطلاقا. ما فيش حاجة اسمها مم. راحة مطلقة، ولكن في أخذ وعطاء، في جهد، في زي ما قلت لك إيثار. أنا علشان أبقى مرتاحة معاكي، مش علشان انتي مدياني كل احتياجاتي، ولكن علشان انتي مدياني جزء من احتياجاتي، وأنا كمان مدياكي جزء من احتياجاتك. مم. وفي دوائر علاقات، يعني في دايرة مقربة قوي التضحية فيها بتزيد أو العطاء فيها بيزيد، اللي هي دايرة الأسرة. مم. هنرجع بقى للأسرة يا جماعة. الأسرة لا تبنى على الأنانية. العطاء ما احنا بيبقاش بالمسطرة كده، انت بالمسطرة، اديتني لا تاخد لا لا ده على قده خالص. ابدا. ولا ان انا عايشه معاك عشان انت مريحني تماما، او مم. انت عايش معايا عشان انا مريحاك تماما. مم. بمنتهى البساطه ويعني الاريحيه، بيجي الرجل يقولك ايه، او الست: انا ما بقيتش مرتاح فانفصلنا، واللي قاعد معاه يسقف لها او يسقف له. مم. اه طبعا، ما دام مش مرتاحين مع بعض نسيب بعض. طب بالنسبه للاولاد، ما فيش اولاد. بالنسبه للبيت والكيان، بالنسبة للعمر اللي بينا، هل في أشياء ضرورية جسيمة أدت إننا استحالت العشرة زي ما ربنا قال؟ هل استحالت مثل كلمة العشرة؟ أنا مش مرتاح أو أنا مش مرتاحة، دي كلمة عريضة قوي مطاطة. قوي. يعني ممكن تكون في حاجات فعلا بسيطة قوي بس مش مرتاح معاها. يعني لو أنا مقرر إن أنا أرتاح معاها وأتكيف هتكيف، وفي حاجات لأ فعلا مش مرتاح، يعني مستحيل أقدر أتكيف معاها. فإذا في شعرة ما بين، أو شعرتين ثلاثة، بين حب الذات والأنانية، مم. بين الاستحقاق إن أنا عارفة قيمة نفسي، والاستحقاق اللي بقى واصلين ليه دلوقتي اللي هو أنا ومن بعد الطوفان. فده فرق كبير قوي بين الاتنين. مم. فانا يعني احنا وصلنا لمرحله، عارفه سمير غانم، ان انا ظبطت الجاكيت البنطلون ده اللي ضرب، انا بيحصل ظبطت فعلا. البنطلون الجاكيت ضرب. فاحنا اكننا عاملين كده. احنا عشنا عصور كان فيها تضحيه كبيره قوي قوي قوي، بغير وخصوصا من توازن. الزوجه، من غير توازن. وكنا بندي بزياده، والاسره بقت عصر يعني السيد بتاخد اللي زي ما بيسموه كده. فبدأنا بالمساواة، وبعدين المرأة بقت يعني أكثر استحقاقية قوي. ثم بقينا بقى للأسف العقود المظلمة رجعنا لها، بس بشكل آخر. إن بقى الرجل بيدور على استحقاقه وراحته الأبدية، والزوجة بتدور برضو، أو المرأة مم. بتدور على بعيد عن بعض. استحقاقها هو بيدور لا هنا لا وهي لا لا، هي بتدور ماشية هنا، طب كده وهو شوفوها ماشي مع بعض، كده. لا مفيش. مم. وخصوصا في الأسر. طب الأسر لا تبنى كده. مم. الأسر زي ما قلنا بقى في الحلقات اللي فاتت، تبنى على الجهد والتعب والتغافل والتضحية، التضحية المتوازنة. مم. فيعني في حديث للأسف، يعني ما معناه عشان ما اغلطش، لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها سلوك أحب آخر، ما معناه يعني. وده المقصود بيه الكل. مم. فإحنا يعني أنا في حاجة مضايقاني منك، بس في حاجات بس كتير في تانية حاجات كويس. مش مضايقاني. هل الحاجة اللي مضايقاني منك دي حاجة رهيبة، ولا مم. ممكن يعني أتحملها، مم. ولا ممكن أتعايش معاها؟ جزء مهم ده. بتشوفي علشان نقدر نعمل المعيار أو المقياس اللي يحدد أنا أقدر أكمل أو لأ دي، هل في ميثاق مثلا معين، في اتفاقية واضحة البنود كده نقدر نحطها مع بعض علشان نبقى عارفين ايه اللي أنا ممكن أتخطاه أو أتحمله، ايه وإيه لأ، والطرف الآخر نفس الكلام؟ يعني هقدر أقول التوازن، هقدر أقول أو ممكن أقول إحنا يعني ميثاق القلب. فين ميثاق القلب اللي إحنا بنتكلم يعني فيه؟ ايه؟ يعني إن إحنا لما بنبقى في علاقة وحابين العلاقة تنجح، حتى لو مع أصدقاء، فمطلوب إن يبقى يعني أنا قلبي عليكي زي ما أنا بطلب إن قلبك يبقى عليا. مم. إن العلاقة دي أنا قابلة إن أبذل فيها جهد. إنك ممكن تكلميني في وقت أنا فيه مرهقة وتعبانة ووراي حاجات كتير، بس أنت في الوقت ده محتاجاني، فآجي أسمعك. من ضمن الحاجات مثلا اللي بيشتكي والطاقة السلبية وما تقعدش مع حد بيشتكي. على فكرة أنا لسه قايلة الكلام ده قريب مثلا، وده صحيح. بس اللي بيشتكي طول الوقت، اللي بيصدر لي الحاجات السلبية بس،
لكن لما يبقى في صديقة أو في قريبة عندها مشكلة حقيقية، والمشكلة دي قعدت شهر واتنين وتلاتة واربعة وسنة، بس هي مشكلة بجد ومحتاجة طول الوقت سبورت، أنا لازم أبقى موجود، مم. لأن العلاقة دي أعطتني قبل كده، مم. ولأن الإنسان فطرته السليمة قبل ما نشوهها إن أنا لما بديكي أنا برتاح. ايوه صح. بدليل في السويد وفي بلاد تانية اللي هي محققين أعلى درجة في الراحة مم. وأعلى درجة في الرفاهية، عندهم أعلى درجة في الانتحار، أعلى نسبة الانتحار موجودة في السويد مم. اللي هي محققة أعلى نسبة مم. رفاهية. ليه؟ فمش هو ده الهدف ابدا اللي عايشين عشانه. لأن الإنسان لو عاش الرفاهية الكاملة والراحة الأبدية اللي بندور مش لاقي عليها معنى. فقد المعنى مم. وفقد الإحساس بالإحساس العطاء ده. عشان كده أنا دايما بقول إن اللي بيعمل خير هو مش يعني أنا لما أعمل فيكي خير أنا مش بعمله ليكي، نعمله ليه؟ أنا بعمله لنفسي، صح. لأن ده بيعلي عندي هرمونات معينة من ضمنها هرمونات السعادة اللي بتديني رضا عن نفسي، علشان إحساس إن كده أنا بعمل دايما حاجة ديننا كويسة. بينادي بالصدقة، يعني مش دين كل عشان الأديان. بتطهرهم، يعني هي اصلا هي دي اللي هتنقيك من كل مشاكلك وكل امراض قلبك وكل الحاجات الامك اللي مزعلاك في حياتك دي. بالصدقه وبالعطاء هو ده اللي بيخليك ترجع لفطرتك تاني، كانك بتنظف نفسك من اي حاجه شوهتها. حقيقي سبحان الله. مم. فإحنا في علاقاتنا بقى جميعا، إحنا مش بنتكلم بس على الأسرة، إحنا في علاقاتنا جميعا محتاجين شيء من الإيه؟ شيء من العطاء والجهد والاستحمال، مم. وفكرة ان اللي ما يدينيش او اللي ما يضيفليش اسيبه. مم. طب ما انا هبقى عايشة لوحدي، يعني هقعد في اوضة كده اقفلها على نفسي، اكل احلى اكل واشرب يعني في حد ممكن يسمعك دلوقتي يبقى رده جاهز، عادي انا متصالحه قوي مع الفكره دي وبحب نفسي وكده الوحدة عادي. تماما، هنيئا لك. بس ده مش الفطرة، يعني نرجع نقول ان ما احنا انا بقول عندنا له هنيئا معيار. لك. هو الفطرة، هو ربنا خلقك تعمل كده، جعلكم شعوبا وقبائل لا لتعارفوا. تعرفوا، يعني يعني ده كان زمان ربنا خلق كل واحد لوحده في بيته يعبد الله وبس، هو كان قادر عامل انه منظومة يعني متكاملة، كان قادر انه مش يخلقنا هنعادي كده. الكون يعني. ولو قربنا بقى اكتر ودخلنا على الاسرة بقى، فحملناه وهنا على وهن، صح. مم. فانا في فتره انا ما بعملش فيها حاجه في حياتي غير ان انا ضعيفه، مم. وبتحمل وكذا وكذا وكذا، مرحلة مرحله من المراحل. تقبل. طيب لو ما فيش حتى اولاد وفي زوج تعبان او زوجه تعبانه، مم. ده يعني الكلمه الطيبه صدقه، و يعني ان انا اعطف على زوجي او زوجي يعطف عليا، دي صدقه، طبعا الأقربون أولى رغم بالمعروف، فلو انها هقدم واجب. معروف يبقى هو أولى يعني. يعني الواجب ربنا خلاه هو واجب وصدقة. مم. لما بتصرف على أهل بيتك هو واجب عليك تأسم لو لم تفعله، ولما بتفعله هو صدقة وتؤجر ويحسب عليه تؤجر سبحان عليه، الله. سبحان الله. فنيجي احنا بقى نقول ايه؟ الاستحقاقية، مم. وانه ما دام ما بيضيفليش وما دام انا تعبانة خلاص في العلاقة. لا، في توازن، ونخلي بالنا قوي من الرسائل اللي عمالة ترسل مم. لنا، اللي خلت البيوت كلها تنهدم واللي خلت العلاقات كلها تنهدم. بتوازن، انا لا بقول ان احنا نرجع لعصر السيد، ولا انا بقول ان احنا نفضل في علاقات مؤذية وطول الوقت احنا متحملين ونفقد ذواتنا، ولكن بقول ان احنا لازم نبقى عارفين ان اي علاقة فيها خد وهات. بالظبط. يعني أنا لما اقول لنفسي اصل العلاقه دي ما بقتش بتضيف لي، فاسال نفسي هو انا بضيف ايه اصلا؟ ما هو انا ممكن اكون ما بضيفش حاجه ومستنيه العلاقه تضيف لي، فدايما بيبقى الخلل عندي. او ان انا بالظبط، اقول ان انا انا ما بقتش بقدم ايه مرتاح، ما يمكن انا اللي خالق عدم الراحه دي في البيت. وتعريف الاضافة ايه. مم. يعني ايه علاقة بتضيف لي؟ ما يمكن الاضافة دي وجود الشخص ده في حد ذاته، مم. وجود ان انت حاسه ان الشخص ده شخص انت بتأمني انك تتكلمي عليه، دي اكبر اضافه. حلوه تأمني. يعني عشان كده ان اسمها علاقات امنه. يعني احنا للاسف الوقت خلص تخيلي. مش عايزه اقولها. بس فكرة إعمار البيوت دي يمكن من أهم الأفكار اللي ضروري جدا نديلها وقت وتركيز وجهد،
لان اي حاجه تانية احنا منشغلين بيها في حياتنا مش هتبقى اكتر اهميه من اللي احنا بنتكلم فيه واتكلمنا فيه على مدار 4 حلقات. قبل ما اختم عايزه منك كلمه توجهيها، واختم انت اللي هتختمي الحلقه يعني. لا لكل لازم اللي الختام يبقى بيسمعنا عندك. هقول لهم اديك المايك. لكل اللي بيسمعنا، اللي هو كلام جميل، بس يعني ايه علاقة آمنة؟ يعني ازاي اعيش علاقة آمنة، ابقى في مأمن فعلا من الأذى، واكون انا كمان مصدر امان للي قدامي. يعني الجزء ده مهم قوي، عايزة منك كده ختام ليه. طيب تعالي نبسطها قوي. اي علاقة آمنة ليها عمودين اساسيين: علاقتي بنفسي وبالله طبعا، الاتنين مترابطين جدا، وعلاقتي بالاخر. مم. وبياخدوا وبيدوا لبعض اكنها دايره، يعني كده مم. شغاله مع بعضها، مفيش حد يعني مفيش حاجه اولويه عن حاجه. لو انا علاقتي امنه بنفسي وبالله، فهقدر اعمل علاقه امنه مع الآخر. بالاخر، لان هبقى عارفه انا عايزه ايه وبدي ايه. ولو علاقتي بالاخر علاقه امنه، هو نفسه هيخلي علاقتي بنفسي امنه. فكأننا بناخد وندي مع بعض، بناخد مم. وندي مع بعض. احيانا علاقتي بنفسي ببقى محتاجة ان هي تعلى شوية، واحيانا علاقتي بالاخر ببقى محتاجة ان هي تعلى شوية. انا مش ضد ده، ومش ضد ان انا في وقت من الاوقات اركز مع نفسي، ولكن بركز مع نفسي والاخر موجود في حياتي وموجود في دايرة اهتمامي. ولما وقت تاني بركز مع الاخر وبديله اكتر لانه محتاج ده، وده مش عيب، بس مش بفقد ذاتي. فاهمة فطول الوقت التوازن. انا ذاتي موجوده والاخر موجود، ولكن في حاله كده من الايه، تبادل. من التبادل. برافو عليكي، مم. من التبادليه ما بيننا وبين بعض، لكن لا بفقد ده ولا بفقد ده. فخلينا دايما كمان نفتكر ده، ونفتكر حاجه مهمه: كلمه اعمار احيانا بتاخدنا للبناء. البناء بيبقى فيه ايه؟ حفر وتأسيس وتراب واسمنت وزلط وي وفي الاخر بيبقى فيه ايه؟ مبنى. مبنى جميل. كل ما اهتمينا بيه وبذلنا جهد فيه بيبقى شكلا حلو واساسا داخليا حلو. مم. وكذلك بيوتنا، اعمار البيوت تعب وجهد وتراب وزعل وفرح وكذا، لكن كل ده هيخلي لينا بيت حلو داخليا وخارجيا. جميل. بس مفيش اجمل من كده كلام. ويمكن انتي لما بسطتيها باخر نموذج ذكرتيه زي البيت، فطول ما احنا قدامنا الهدف حاضر، شكل البيت الجميل اللي احنا عايزين نوصل له، زي ما قلتي يمكن من كذا حلقة، قلتي ان الهدف مشترك. فاحنا هدفنا نوصل للبيت الجميل ده، للإحساس الدافي ده، للحيطان اللي بتجمع جواها حب ومودة ورحمة، زي ما ربنا يا خلق رب، العلاقة دي اللهم تكون امين. فعلا. فبإذن الله يكون كلامك ليه أثر كبيرة جدا 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 في العلاقات، وفي إصلاح العلاقات، وفي إعمار البيوت. شكرا جدا اللهم امين لوجودك يا رب. ولوقتك شكرا ليكي ولمشاركتك جدا يا معانا داليا، كل اتبسطت معاكي الجمال ده. جدا والله جدا. وأنا كمان للأسف الوقت الحلو دايما بيخلص، وده سنة الحياة. إن شاء الله حقيقي ان نتقابل شاء مرات الله، تانية إن ان شاء الله، شاء ونعمل الله. سلسلة بقى جديدة شكرا بإذن الله. ليكي. شكرا ليكي. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، وخلصت سلسلة علاقات آمنة مع دكتور عبير العشري. أسيبكم على خير، ونشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي مع ضيف جديد وسلسلة.